اول خطوه هتاخدها مع المكان اللي هتدرس فيه الماني انك تطلب تقعد مع حد من قسم الاستشارات او الكونسلتنج قبل ما تقعد مع حد من قسم الكورسات. طيب، ده هيفيدك بايه؟ في ناس بيبقى غرضها من دراسه اللغه السفر، وبيجي بعد ما بيخلص اللغه بالكامل بيتفاجئ في نهايه المشوار ان ولا شهادته ولا ظروفه هنا في مصر تنفع للسفر. فالمطلوب منك وانت قاعد مع الشخص ده ان انت هتحكي له ظروف حياتك بالكامل بشكل واضح، علشان هو اللي هيعرف يحدد لك المستقبل بتاعك على المدى البعيد بعد ما يبقى معاك اللغه هيبقى ايه ظروفه. فعادي جدا تلاقيه ممكن يكون بيفاجئك وبيقول لك ان على فكره مش المانيا هي البلد اللي مجالك مطلوب فيها، فانت محتاج تاخد كورس فرنساوي وتسافر فرنسا لان مجالك مطلوب هناك. قعدتك مع الشخص ده هتفيدك كتير جدا قبل حتى ما تدرس اللغه، لانه هيفرش لك الطريق بتاعك قدامك وهتبقى شايف مستقبلك خطوه بخطوه. فده اول شخص تدور ان انت تقعد معاه قبل ما تبدا في دراسه اي لغه، وانت في الاخر صاحب القرار، حابب تكمل المشوار ده ولا لا.